طبعا موضوع ثانويه عامه ده انا ماليش دعوه بيه هنا في القناه، بس بصراحه في كلمتين نفسي اقولهم، وحبيت اتكلم عن ثانويه عامه عشان هي واخده حجم كبير جدا في مصر، وفعلا ليها تاثير على مستقبلك، بس مش كله، جزء منه وهو الشهاده بس. عايز اقول لك ان انا في الفيديو ده مش هقول لك كلام معتاد، مش هقول لك نصايح زي ما الناس بتقول في اخر شهر ثانويه عامه، لانك اولا لسه جاي من فيديو نصائح ثانويه عامه، ما تقوليش عرفت ازاي، بس انت لسه جاي من فيديو نصائح ثانويه عامه. وثانيا ببساطه لو عايز نصائح هتلاقي اليوتيوب كله مليان نصائح وبيتكلم عن نصائح ثانويه عامه، بس انا عايز اتناول الموضوع من جهه تانية خالص، لان جهه النصايح الحمد لله اليوتيوب المصري مغطيها تماما، فانا لو اتكلمت عن الموضوع مش هضيف فيه اي حاجه. عايزك في البدايه تجاوبنا على السؤال ده: هل ثانويه عامه بالنسبه لك نهايه المطاف؟ يعني هل ثانويه عامه لو انت ما نجحتش مثلا فيها، ما دخلتش كليه الطب او الهندسه اللي هي بالنسبه للمصريين النجاح، هل انت كده خلاص هتنتهي؟ عايزك توقف الفيديو دلوقتي وتنزل تجاوبنا عليه في الكومنتات. بص، انت حاليا امتحاناتك يوم 12/6، يعني قدامك اقل من شهر، وانت تلاقيك بادئ دلوقتي في ثانويه عامه من شهر مثلا 8 او 7، يعني قفلت السنه، هتخلص في شهر 7، يعني نقول قفلت السنه. عايز اقول لك انه طبعا مشوار طويل جدا، كلنا عدينا بيه، مجهد جدا، بيسحب من طاقتك، نفسيتك، صحتك، خد منك حاجات كتير، ما فيهوش اي حاجه حلوه. عارف ده كله، انت عملت اللي عليك، اجتهدت وتعبت، فاضل لك حاجه واحده بس، وهي انك تسيب الباقي على ربنا. ولو باقي لك يومين او 3 اجتهد واعمل اللي عليك، انت مش بايدك غير حاجه واحده بس، انك تجتهد وتعمل اللي عليك وسيب النتائج دي بتاعت ربنا. انا مقتنع تماما وماشي بمبدأ في الحياه ان ربنا اي حاجه او اي مكان هيحطك فيه افضل خيار بالنسبه لك، والله افضل خيار بالنسبه لك وافضل حاجه بالنسبه لك اللي ربنا يحطك فيها. خلاص كده خدت الكلمتين اللي طيبوا قلبك، تعال اقول لك على حاجتين هيرضوك. اولا الكليات. بص، في البدايه عايز اقول لك كلمه كده صريحه، يعني انت بنسبه 70 ل 80% هتعمل شيفت كارير. هتقول لي يعني ايه شيفت كارير؟ هقول لك يعني انت مثلا دخلت كليه طب وهي كانت حلم حياتك، المهم الحمد لله دخلتها، بس ممكن تخش تتفاجئ وما تلاقيهاش زي ما توقعت، فممكن تزهق وتروح تتعلم حاجه تانية جانبها، وليكن مثلا البرمجه، وتكون هي مصدر دخلك، وممكن تكون مجزيه وترتاح فيها اكتر من الطب، فاكيد هتبعد عن الطب خالص، يعني ممكن تتخرج وما تشتغلش دكتور عادي جدا. وعايز اقول لك ان اغلب الشباب المصريين بيعملوا كده، فده امر عادي جدا. الشاهد من الامر عايز اقول لك ان انت ما تعرفش رزقك فيه، ممكن تبقى انت متخيل ان الكليه دي هي دي مستقبلك، بس ربنا كاتب لك حاجه احسن وحاجه افضل منها بكتير. هقول لك برضو على حاجه اخيره: بعد ثانويه عامه حياه تانية خالص، الدنيا هتفتح قدامك وهتبدا حياتك الجديده بجد. وحاجه تاني وهي ان كل القلق والتوتر ده كله هيتشال بعد اول امتحان، هترجع من الامتحان العربي هتلاقيك مش خايف من اي حاجه تاني، بس ده ما تخلوش ياثر عليك بطريقه عكسيه ان انت مثلا تريح خالص، لا، كمل زي ما انت، كمل لحد اخر النفس، لحد اخر يوم ماده ليك بالنسبه لك، اعمل اللي عليك واجتهد وسيب الباقي على ربنا. تنويه بس في نهايه الفيديو حاجه مهمه جدا، انا مش بقولك الكلام اللي في الفيديو ده كله عشان تقوم دلوقتي تروح رامي الكتب من ايدك وتطنش وما تذاكرش وتقول خلاص ربنا محدد لي انا هخش ايه فليه اذاكر، لا، لازم تجتهد ولازم تعمل اللي عليك وخد بالاسباب، هات اخرك وسيب الباقي على ربنا. وبس، ده كان فيديو بسيط بتاع النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتعمل اشتراك عشان الفيديو يوصل لغيرك ويستفيد. and peace.